في شاب كاتب لي بدنا مطعم للحوم المدخنة بالشارقة، ما نحتاج نبيع الكلية مشان ناكل من عندهم. ايه مو تكرم عيونك يا عمورة. اليوم رح احكي لكم على سر خطير جدا في الشارقة تحديدا، على مطعم بيقدم اللحوم المدخنة بنصف السعر اللي بيقدموه المطاعم الثانية وبجودة هلا بتشوفوا مع بعض. لا وفوق منا جايب لكم كمان خصم. خلينا نسمي بسم الله، نقول يا كريم يا إلهي. هلا بدي فرجيكم اللحم الجوسي. ليك معلم يا يمه. بداية بحب خبركم انه كيلو اللحم المدخن عنده ب 159 درهم، وانا جايب لكم خصم 20%، يعني بيوقف تقريبا ب 128 درهم كيلو اللحم المدخن، وبيجي معه توابعه اشي فاخر على الاخر. اللحم زهري. بس خلينا نسميها بسم الله وندوق اول لقمة. انا بطلت بدي ابكي. يشهد الله المطعم صغير، يعني هلا بدي فرجيكم القارمة تبعيته. اللي بيشوفه من بعيد ما بيقول انه بيطالع هيك شيء. اللحم دايب دوبان عنده، وإشه طعم وإشه زكاوة. هلا بنشيل العسلات وبنحطهم فوق اللحم المدخن لناكل لحم بالعسل. وما تقولوا لي معتز بعد، اللي ما جربه راح ينص عمره. شوف لي العسل مع اللحم المدخن. شوف. طبعا لا تاكلوها من الباركينج، بس وصلتوا لعنده سألوهم على الباركينج، في عندهم باركينج خاص. هيك شو هاد؟ ليك الدهن ليك. لكن نسيت لكم انه الخصم بس لوقفة العيد. بعتوا لي رز منشان جربوا مع اللحم، ماني ضايق الرز، بدي اعبي راسي، بدي اعبي راسي لحم. خلصنا اول قطعة ضلع، هلا بنجيب القطعة الثانية. جيب لي اياها على السريع. شوف لي على قطعة هاللحم هاي، طلعت هديك الكتف وهي الضلع. يا يمه شوفوا لي شنو عم ترقص، شايفين؟ خليني بس هيك. يا الله اذا هداك طار مخي فيه، وهذا ايش بده يصير فيني؟ زبدة عم بتدوب بس خلص. هذا ما بده تصوير، هذا بده قعدة ومخمخة واحد ينبسط. المطعم موجود في الشارقة بالمجاز تحديدا، اسمه ميت ماستر. تكتبوه باللغة الإنجليزية على جوجل مابس لأنه ما رح تلاقوه باللغة العربية. هذا كان عشاء اليوم، لسه ما بلشت فيه لأنه بدي مخمخ، بدي أقعد هيك روق اصطهد أكل بدون تصوير واستلذ. يلا باي باي. صحيح السيرة. لا تنسوا الصلاة على الحبيب. يلا باي باي.